احلى حاجه ممكن تاكليها وانت قاعده كده سهرانه وكسلانه وسقعانه هي طبق البليله السخنه باللبن، او زي ما هنعملها النهارده على طريقه السحلبيله. ترند شتاء 2024. مش قادره اقول لكم طعمها عامل ازاي، بجد لازم تجربوها، طعمها حلو حلاوه. ميكس جامد جدا كده ما بين السحلب والبليله في بق واحد. اوعدك بعد الفيديو ده مش هتشربي حاجه فيهم تاني لوحدها. تعالوا كمان اقول لكم ازاي هنسوي البليله بتاعتنا وفي نص ساعه بس. عندي بقى هنا غله البليله، غسلتها كويس جدا جدا وشلت منها اي حاجه موجوده فيها، وبقت معايا نظيفه بالشكل ده. هبدا بقى دلوقتي هنقعها يعني نص ساعه او ساعه بس مش اكتر من كده. يعني مش هبيتها ليله ولا 4 ساعات ولا الكلام ده كله خالص. عندي هنا ميه مغليه، لسه كانت مغليه على طول اهي. هغطيها معايا بالشكل ده. اهم حاجه في الموضوع كله تكون الميه بتاعتي سخنه جدا او مغليه، لسه طافيه عليها دلوقتي على طول، علشان تدينا نتيجه سريعه. هقلبها كده بالمعلقه وهسيبها على جنب نص ساعه او ساعه، مش اكتر من كده، انا عن نفسي سبتها ساعه الا ربع. بعد كده هاخدها زي ما انتم شايفين كده شكل الميه عامل ازاي. هاخدها بقى كده واشطفها شطفه حلوه جدا جدا تحت الميه. وهجيب بقى كده حله تكون كبيره شويه على الكميه بتاعتي، انا كنت عامله نص كيلو. وهحط البليله بتاعتي جوه الحله بالشكل ده. وطبعا هنزل عليها ب2 لتر من الميه، سواء ميه مغليه او ميه من الحنفيه زي ما انت عايزه براحتك. لو حطيتي ميه مغليه من الكتل فهي هتسرع معاكي عمليه الغليان، مش هتاخد وقت معاكي كده على النار وهتغلي معاكي بسرعه. انما لو ميه ساقعه او من الحنفيه فهتاخد معاكي وقت شويه على ما تغلي. انا عن نفسي جبت ميه من الحنفيه عادي خالص، وزي ما انتم شايفين كميه الميه كتيره جدا. كل الكميه دي هتتشرب بعد ما تغلي. هاخدها بقى كده ارفعها على النار بتاعتي تكون متوسطة، وبغطيها كده نص تغطية. وهسيبها تغلي معايا نص ساعة بالظبط، مش اكتر من كده. شايفين بقى لون المية بتاعتنا، طبعا نزلت النشا بتاعها. طبعا هي ما استوتش ولا اي حاجة خالص، هي بس شربت حبة مية صغيرين من المية اللي كانت موجودة معانا. وبغطيها بالغطا بتاعها وهسيبها على الرخامة او ارجعها تاني على البوتاجاز بتاعي بس مطفي. وهتكمل سواها في حرارة المية اللي كانت بتغلي لمدة نص ساعة. بس كده، مش هنرفعها تاني على النار، مش هنقعدها بقى على نار كتير ونفضل بقى نقلب كل شوية ونوطي النار بتاعتنا وساعتين تلاتة وكده. الموضوع اسهل من كده بكتير، وبجد النتيجة حلوة جدا جدا. دلوقتي انا غطيتها وهسيبها حوالي ساعتين كده او 3 ساعات، وده كان شكلها بعد ما اتشربت كل المية الموجودة فيها. وعايزة اقول لكم بقى المفاجأة ان هي فشرت كلها. كل الحبات بتاعتي فتحت زي ما انتم شايفين بالشكل ده واستوت، وعايزة اقول لكم ان هي تحفة مهرية كده وحاجة تحفة جدا. كل الحبات بقت مستوية ومش هتحتاج معاكي نار تاني، ولا هنرجعها تاني على النار ولا هنولع تاني النار عليها ولا اي حاجة. كده معايا البليلة جهزت. شايفين شكلها عامل ازاي، بجد مزبدة ودايبة ومش محصولة ولا اي حاجة، كل حباتها اتفشرت كده وفتحت معايا وبقت معايا بالشكل الجميل ده. وطبعا شربت المية الموجودة معايا علشان كده حجمها زاد واتضاعف معايا. كده انا جهزت البليله نفسها. عايزه بقى انت حطي لها لبن وسكر وفانيليا وكل الحاجات دي وتعملي بقى بليله باللبن. هترجيها بقى تاني على النار وتحطي لها اللبن اللي انت عايزاه والسكر وتجهزيها. انما احنا النهارده هنعمل السحلبيله. وعلشان نحضر مع بعض السحلبيله هجيب كده كزرولة او حله صغيره، وهنزل فيها كده بكوبايه مليانه من البليله بتاعتنا اللي احنا سلقناها، وعليها 3 كوبايات من اللبن. ويا سلام بقى لو كان لبن كامل الدسم هيبقى حلو جدا. هنزل بقى على 3 كوبايات اللبن دول حوالي 5 معالق كده كبار من بودرة السحلب اللي احنا حضرناها في فيديو منفصل. زي ما انتوا شايفين كده، ما تكتريش بقى السحلب قوي علشان ما يقلبش معاكي مهلبية والقوام يكون تقيل معاكي قوي. هنضيف بقى السكر بتاعنا وزي ما انت عايزه براحتك، ده حسب الرغبه. بس خدي بالك برضو بودره السحلب فيها سكر، لكن مش كفيل ان هو يحلي البليله بتاعتك او السحلب لوحده، لازم نضيف له سكر كمان. مش هضيف بقى فانيليا ولا اي منكهات تاني ولا هضيف نشا ولا اي حاجة خالص. طبعا السحلب بتاعنا فيه كل حاجة، واللي شاف الفيديو المنفصل هيعرف ازاي جهزناه. بعد ما قلبتهم كويس جدا كده على البارد، طبعا اللبن بتاعي كان ساقع من التلاجة، ما ينفعش يكون سخن خالص علشان البودرة بتاعت السحلب ما تكتلش لان فيها نشا. وبعد كده رفعتهم على النار واخد معايا غلوتين بالظبط مش اكتر من كده، كاني بالظبط بعمل سحلب عادي خالص. شايفين بقى شكله عامل ازاي، قدميه بقى كده في كاسات في كوبايات في اطباق، في اي حاجه ينفع معاكي في اي حاجه، لان طبعا ده مشروب وبيتاكل في نفس الوقت. عايزه اقول لك طعمه حلو جدا مغذي جدا. بيدفي جدا جدا، بيديلك طاقه غير طبيعيه. وخدي بالك برضو علشان بيتخن جدا جدا. رشة القرفة دي اوعي تنسيها، هتنقلك الطعم في حتة تانية خالص. بأي بقى مكسرات عندك موجودة، مش عايزة تحطي أي حاجة تاني براحتك. حطي كده حاجة بسيطة على الوش عشان نكسر بس كده الشكل ونزينه.
وبألف هنا. شايفين بقى القوام بتاعه عامل ازاي؟ حلو جدا، لا هو تقيل ولا هو خفيف قوي، حاجة كده مظبوطة. وطبعا كل ما سبت المشروب بتاعنا ده يبرد شوية، كل ما القوام بتاعه هيمسك عن كده ويتقل شوية. وبكده نكون عملنا طبق السحلبيلة بتاعنا الجامد جدا ده. عايزه اقول لكم بجد طعمه حلو حلاوة. اتمنى تجربوه وانتظروا مني كل جديد. اشوفكم على خير، مع السلامة.